السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله النهارده هنعمل صينيتين جلاش بتشريبة جديدة أنا يعني افتكستها كده بصراحة عجبتني. يعني قُلت أمّا أجرّبها معاكم بصراحة إيه، ما كنتش عارفة إنها تطلع حلوة كده، لإني كنت أول مرّة أعملها. فكان عندي صدر فرخة كنت جايبة فرخة يعني وشِلت منها الصدر، في الأيام الصعبة دي طبعًا ما ينفعش تعملي الفرخة كلّها على بعضها، فحاولي توفّري أي حاجة. قطّعته كده زي الشاورما وقُمت حاطة في السمنة بتاعتي يعني الزبدة والسمنة، حطيت معاهم فصّين مستكة، بتبقى طعمها جميل أوي بتطلّع ريحة حلوة أوي وأنتِ بتعملي الأكل، وحطيت الفراخ اديتها تشويحة كده لحد ما غيّرت اللون، وبعد كده نزلت ببصلاية، وكمان شوّحتها برضه معاها، وبعد كده حطيت نُص جزراية بصراحة بتخلّي الموضوع اللي أنتِ بتعمليه ده كلّه مسكّر أوي، لإن الجزر اليومين دول ما شاء الله جميل أوي بصراحة. حطيت بقى بُصّوا الجزر وطماطماية صغيّرة، لو لسه مكمّلة معايا لغاية دلوقتي يبقى الفيديو بتاعي يستاهل لايك منِّك، يا ريت تدعمينا بلايك. آمم، تشويحة بقى وشوية ملح وشوية فلفل، وبُصّوا هاقول لكم كل التوابل بقى كلّها اللي حطيتها على بعضها، هي التوابل بتاعتنا العادية يعني، ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، جنزبيل، شوية اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمم، اللي هي البُني دي شوية مش فاكرة اسمها إيه، قرفة، أنا باحبها أوي بصراحة، عندِك شوية بهارات فراخ برضه تمام ما فيش مشكلة. آدي بقى التشريبة اللي أنا باقول لكم عليها، مش مكلفة خالص، كل القصة هتجيبي كوباية زبادي وربع كوباية زيت أو أقل كمان، يعني بُصّوا 3 أو 4 معالق زيت، وهتكمّلي الباقي بمَيّة بدل اللبن، ما إحنا طبعًا مش هنعمل صينيتين جلاش وهنكلّف الدنيا قد كده، كوباية الزبادي بتغنيكِ بقى عن كل ده. حطيت كوباية الزبادي زي ما باقول لكم والله أنا كنت أول مرّة أعملها، بُصّوا عايزة أقول لكم بدل المرقة وبدل المَيّة لو عندِك شوربة تمام ما فيش مشكلة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، عادي خالص زي ما أنتِ عاوزة. وبعد كده بانزلي بحبة ملح يعني، بس إيه حاولي تراعي إن أنتِ حاطة مرقة، ولو عندِك بقى الشوربة برضه خلّي بالِك إن الشوربة إيه بيبقى يعني حايقة. ضبّطي يعني أمورِك بقى، وبعد كده قلّبتها بالمضرب حلو أوي، وجِبت بعد كده الصينية بقى ويعني قلّبت جامد علشان الزبادي يفُك، ما يبقاش إيه، مكلكع. لو مكمّلة معايا لحد دلوقتي يا ريت تسيبي لي comment حلو منِّك وتقولي لي استفدتِ من الوصفة والّا لأ. هنا بقى عايزة أقول لكم على حاجة، هي بُصّوا عشان أكون صادقة في معلوماتي ليكم وما حدّش يدّعي عليّا بعد كده، هي كان المفروض أنزل يعني بمعلقة زيت كمان على الصينية لوحدها، أنا الصينية التانية عملت كده، لإنّي كنت باقول لكم باجرّب، فحطّيت الصينية الأولى لقيتها لازقة سيكة، فقُلت لأ، بعد كده هاحُط في الصينية التانية يعني نُص معلقة زيت، بُصّوا عارفة بِلّي الفرشة بس كده وامسحي الصينية قبل ما تحطّي التشريبة، ولو مش عايزة تحطّي التشريبة تحت تمام ما فيش أي مشكلة، ممكن تحطّي بقى إيه، معلقة زيت بس أو تمسحي الصينية كده بأي مادة دهنية أنتِ عايزة تحطّيها، بس لكن بجد أقسم بالله طعمها تحفة، طعمها عسل ما فيهاش أي حاجة خالص، يعني ما فيش فرق بين المَيّة أو الشوربة أو اللبن أو كمان في ناس بتحط بيضاية، التكلفة دي بصراحة أنتِ عشان تجيبي ربع كيلو لبن أو نُص كيلو لبن للصينيتين، وعشان تجيبي بيضتين، وعلشان خاطر كمان تدهني بقى زبدة وتدهني زيت ما بين كل راق وراق في الجلاش، لأ صعب بصراحة، عشان تعملي دلوقتي صينية جلاش لأ هتتكلف معاكِ كتير، فبصراحة إحنا بنمشّي أمورنا يعني. هنا بقى أنا عملت قطّعتها تقطيعة البيتزا كده، بُصّوا يعني التشريبة اللي أنا عاملاها لها خلّيتها طرية جدًا، يا دوبك في الآخر بس أنا رشّيت بالمعلقة كده بسيط من التشريبة بتاعتي دي، واللي أنا عملتهم دول ما يعني كمّلوا لي الصينيتين لآخرهم، بصراحة. أنا بقى رُحت جايبة ورقة وقُمت حاطاها على الحتّة اللي هي اتفتحت منّي دي، لإن فعلًا ورق الجلاش طري أوي، وبقى يعني جميل بصراحة، مش محتاج بقى بُصّوا كام معلقة بس اللي أنا حطيتهم، لإني لقيت ورق الجلاش كلّه خلاص شارب من التشريبة مش محتاج، فبصراحة بقى كانت طعمها جميل. أدي بُصّوا دي الصينية الأولى أهي، أنا فكيتها بصراحة قبل التصوير، علشان كانت لازقة زي ما باقول لكم سِنّة، إنّما دي الصينية التانية أنا قطّعتها مكعبات عشان تشوفوا الفرق يعني، بُصّوا تحفة والله العظيم بجد ما فيش فرق بينها خالص، يعني لو عندِك ورقة جلاش وعايزة تعمليها ما تأزميش نفسِك. يا رب يعجبكم الفيديو وادعمونا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.